هو الكابتن حسام حسن مدرب جامد؟ اسمع سؤال وتجاوبني بصراحه. قول لي. حسام حسن مدير فني جامد؟ طبعا مدير جامد. فني جامد اكيد. اقول لك على حاجه، في ناس بتختلف مع حسام على طريقه، على تفكير، على تغيير، على تبديله. المدير الفني الجامد هو المدير الفني اللي بيعرف يقنع لعيبته في ارض الملعب وبيعرف يطلع منهم حاجه. واحنا يا جماعه ياما شفنا مدربين جم ومسكوا وما سابوش اثر لدرجه مخليانا احنا مش عارفين هم كانوا بيعملوا ايه في الملعب. 100. وعايز اقول لك على حاجه تانية مهمه بقى الصراحه. تبص على المغرب، انت عارف المغرب الجيل اللي بيلعب ده ملوش علاقه بالجيل اللي فات، صح؟ ده حقيقي. تم تغييره بشكل كبير بمديرهم الفني، بس عشان هي منظومه فالمغرب نجحت. حسام حسن كان بديل المنظومه في مصر. بديل المنظومه. طبعا. حلو التعبير. ليه بقى؟ احنا ما عندناش حد بيستكشف لعيبه، ما عندناش ناشئين كويسين، احنا ما بنصرفش على اللعيبه، احنا ما بنصرفش على بونا اللعيبه، احنا بنصرف الفلوس في ايد اللعيبه. المدرب المصري لما بيجي بيتضغط عليه عشان نكنسل ماتشات عشان نلعب اسبوع زياده في الدوري. حسام حسن تقدر تعمل معاه كده؟ لا، ما تقدرش تعمل معاه كده. حسام حسن لما امام عاشور قال له انا ليه ما بروحش المنتخب وانا من نيجيريا، تاني معسكر ما استدعاهوش. لما بيقولوا له ليه قال لهم ما هو من نيجيريا. حسام جامد كشخصيه، ومنتخب، قياده منتخب محتاجه واحد جامد اكتر من مدير فني. الناس فاكره ان هو لازم يشتغل على تطوير اللاعبين، ده مش دور مدرب منتخب مصر. دور مدرب منتخب مصر انه يكون عامل منظومه، وحسام نجح ان هو يخلق منظومه. 100. يلا بينا. ليه حسام كمان واحد من الناس الجامده؟ لان انا بالنسبه لي اسهل حاجه كان لعب 4-4-2، كان لعب 3. بس في الحقيقه تعالوا نفكر كده، انا عايز اقفل على دوكو اللي هو الراجل اللي انا مسميه رقم 11 ده، وفي نفس الوقت دوكو ده في ظهره باك ليفت، وانا بلعب ب4 صلاح مع الباك ليفت، ومحمد هاني مقابل دوكو مان تو مان. طب لو انا عايز العب ب3 زي ما هيبان كده معانا في يعني خلوا الفيديو شغال بسرعته. يلا شغلوا الفيديو بسرعته يا جماعه. هيحصل ايه ساعتها في اللقطه اللي بعدها؟ هتلاقي ان احنا لو لعبنا ب5 فقدنا مهاجم، فهتكون النتيجه ان احنا عندنا واحد بس. طب لو عايزين صلاح ومرموش يلعبوا مع المهاجم، هتكون النتيجه ايه؟ ان انت هتخلي السنتر باك بتاعك هو اللي يروح يقابل دوكو، مستحيل. انما احنا دلوقتي لما بنلعب 4، بص حمدي فتحي كمان بيعمل ايه؟ بيشاور للناس اطلعوا، احنا مش هنقف ورا. فمنتخب مصر مع حسام كان منتخب شجاع. الجول واللقطه بتاعه الهجمه بتاعه شجاعه حسام حسن هم اللي انا عايزهم. خليهم يشغلوا الهجمه اللي هي بتاعه شجاعه حسام حسن عشان نشوف قد ايه احنا لاول مره احس ان احنا رايحين في كاس العالم زي ما بنفكر في الدفاع بنفكر في الهجوم. يلا بينا. تعال نبص على الفيديو ده. طبعا اكتر حاجه انا مبسوط بيها ان اللعيبه التزمت بموضوع انت اتحطيت تحت ضغط، اقلب الملعب يا باشا الناحيه